عارفين اليوتيوبر المصرية اتكلمت وحش على المغرب ليه؟ الجزائر الحقيقة أنا اتفاجئت بيها إنها بلد جميلة جدا، وأنا شايفة إنها بلد سياحية من الدرجة الأولى، وشايفة إنه ده الوقت الصح إنكم تستغلوا ده وتبتدوا تفتحوا البلد كتير للسياحة، لأنه إحنا كمان عايزين نجرب معاكم الحاجات الحلوة دي. لا احنا مش عايزين نجرب الحاجات الحلوة وبعدين يبدأوا يفتحوا السياحة اذا كان هم طلعوا قالوا من اسبوعين انه عندهم مليار سائح في السنة، رقم تاريخي يعني الصين كلها راحت هناك، بس هم قالوا كده حضرتك. طب نكمل طبعا عشان نعرف انت ليه اتكلمتي وحش على المغرب، عشان كده فهمت خلاص. عجبني قوي الكسكس، عايزة أقول هاخد معايا حبة. انت كنت في المغرب ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. يعني عجبني قوي الكسكس ان انا هاخد معايا حبة ان شاء الله. انت كنت هنا في المغرب؟ اصل انا هنا. الكسكس اكلة مغربية، نزلت يوم الجمعة اكلت الكسكس جميل جدا. أكلة مغربية وتقاليد مغربية وعادات مغربية، والمطبخ المغربي اللي هو رقم واحد في العالم، المطبخ المغربي. السلام عليكم. جيسبر كو فوز allez بيان. اتمنى كامل تكونوا بيان، صحتكم، اخباركم، عائلتكم كامل بخير عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم خالد المصري. نبدا الفيديو والرد على حزنبل. بس قبل ما نبدا، انا واحد معروف ان انا بعشق الجزائر، بحب الجزائر جدا وليا صله قرابه بالجزائر وحاجات كتيره كده تربطني بالجزائر. بس هل علشان كده وكل ده لازم اكون بكره المغرب؟ استحاله. وانا مش الناس اللي عندي اغلبهم جزائريين. انا بحب المغرب جدا، والناس عارفه ان انا ما عنديش مشكله مع اي دوله. انا لما اقول لهم انا بحب المغرب، انا الناس هتلغي اشتراكاتها من عندي خالص. هو انا عشان بحب حاجه، بحب بلد، لازم عادي بلد؟ ده في قانون مين بقى؟ اقول لك انا قانون مين يا حزنبل. ده قانون الناس المرتزقه. يعني انا مش متخيل لو الجزائر والمغرب ان شاء الله يعني تم بينهم الصلح، وده رب كده يجمع الامه الاسلاميه كلها مع بعض، والعالم كله يعيش في رخاء، واي دين يعيش في حب مع كل الاديان. انا ما عنديش مشكله مع اي حد، بس انا يا رب اتكلم. بس يعني ايه، انا مش عارف انت محتواك هيبقى عامل ازاي ساعتها. اتفضلوا اتغدوا معايا بتنجان وبصل، والله ده غدايا بعد الشغل، بتنجان وبصل. انا عارف انك مش هتعمل لي لايك عشان بتغدى بتنجان وبصل. اتفضل طيب اتغدى معايا بتنجان وبصل، اتفضل مش عايز لايك. هو ده هيبقى محتواه حرفيا، مش هيبقى عنده محتوى. طيب نخش في موضوع الفيديو اللي احنا بنعمل عليه ريفيو دوت. واحد جايب استاذه ريهام عياد وبيتريق عليها. طب هي استاذه ريهام عياد قيمه اللي هي اكيد مش شايفاها اساسا، عملت ايه؟ الست دي عملت حلقه عن السحر وبدات تتكلم. كلنا عارفين كل عمل في سحر، بس كلنا عارفين ان المغاربه شاطرين جدا في السحر، وفي جبل هناك وحاجات هناك هم مشهورين بيهم من زمان. مش كل الشعب المغربي بيعمل، بس في ناس متخصصه في الحاجات دي وناس بتجيلها من بره عشان كده. ودوت كان موضوع، ده الحاجه اللي عملتها ريهام عياد، ان هي مش شايف حاجه ثانيه حصلت في الحلقه غير كده. فحزنبل ده يحللها ازاي بقى؟ دي ريهام عياد راحت للجزائر وتحب الجزائر وتحب دجلة نور وحبت الاكل الجزائري، يبقى بس ريهام عياد عملت كده علشان خاطر تحب الجزائر فبتضرب في المغرب. دي عقليه مين؟ عقليه حزنبل. حزنبل دوت عقليته كده، طالما انت بتحب الجزائر لازم تكره المغرب، وبتحب المغرب لازم تكره الجزائر. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده حرفيا. واستنوا الفيديو اللي جاي هجيب لكم المغاربه بيتعاملوا ازاي في الجزائر. تمام؟ طيب دلوقتي يا جماعه، انا واحد من الناس يعني انتوا عارفين خلاص الوضع عامل ازاي مع حزنبل ده. انا لما اطلع اقول معلومه غلط انا بزعل جدا. حزنبل ده كل معلوماته غلط. طلع يتكلم لك يقول لك ايه؟ المطبخ المغربي المطبخ الاول عالميا ومعروفه، خد كاس العالم من المطابخ معروفه. المطبخ المغربي طبعا حلو جدا، بس مش رقم واحد عالميا. مش هسأل اشخاص، تيجي نشوفوا شات جي بي تي يعني قال لنا ايه. ودوروا معانا كده على المغرب والنبي عشان مش لاقيها، علشان المطبخ المغربي مش استحاله هتلاقوا حاجه، عشان المطبخ المغربي مش هو المطبخ رقم واحد في العالم. حلو جدا وبحبه جدا وفي اكلات حلوه جدا ومشهوره جدا وناس بتتكلم عليها كتير جدا، بس مش هو رقم واحد في العالم. فما اجيش انا اقول معلومه غلطه حد يجي ياخدها مني، يجي يقولها يتكسف قدام الناس. بلاش كذب حزنبل، انت عايش على الكذب وعايش على الفتنه. اخواتي المغاربه، الظاهره دي ابتدت تنتشر جدا عندكم، ابتدت تنتشر جدا عندكم. انتوا مش حد غيركم اللي هيبدا يشيل الظاهره دي
من قلب المغاربه عشان هو محتواه عن المغاربه وهو عايش عليكم وعايش على قفاكم في القصه دي وبيضحك عليكم وبيكذب عليكم وبيعمل كل حاجه ودمه تقيل بيقول لك انا فنان كوميدي قسما بالله. ده محمد سعد بطل يتكلم اللي الليمبي بطل يتكلم بالطريقه دي من 2004 ولا 2005 من زمن الزمن. جاي انت تتكلم في يا عم هو هي ما بقتش تضحك خلاص. هو يا جماعه حد مين يفهمه يا جماعه هو دمه خفيف؟ انا عايز افهم بس. امسكه من رقبته اللي مفهمه اللي دمه خفيف. قسما بالله اخويا دمك يلطش. اقسم بالله حزنبل انت ولا كوميدي ولا راجل بتتكلم في الصح ولا محتواك كويس. انت زيرو. وانتظروا العلقه الجايه لواحد تاني. بس اتمنى اخواتي المغاربه ياخدوا الحلقه ديت ويبداوا يشتغلوا على الكلام اللي قلته. وديما المغرب و1 2 3 فيفا لاجيري وتحيا مصر ام الدنيا ويحيا الوطن العربي وتحيا امه لا اله الا الله جميعا. ونقول لكم سلام. والشبح حزنبل دوت لازم يجيله الرد بجد من قلب واحد ابن بلده. ولسه في فيديو اخير ليه بس هاجله شويه. سلام.